نفسك في حاجة حلوة تكون سهلة وبسيطة وكمان شكلها شيك، هنعمل النهاردة كيكة الكريب الخطيرة دي. بولة بقى وهنزل فيها ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقتين كبار من السكر البودر، معلقتين من الزبدة أو الزيت، وكوباية من الحليب. وهندوب الكلام ده كله كويس، عليهم كوباية بقى من الدقيق. وأول ما نوصل للقوام الكريمي ده هنبدأ بقى نصفيها، ضروري قوي تصفيها علشان ما يبقاش فيها أي تكتلات. وبعد كده تروحي بقى واخداهم في مصفى كده وصفيناهم كويس جدا عشان تبقى كريمية بالشكل ده. هحط عليها لون غذائي، لون بينك كده، شايفة لونها خطير ازاي. طاسة الكريب كده اهم حاجة تكون الطاسة غير لاصقة، مسحة كده من الزيت وانزلي بقى بالكريب كده. اهم حاجة الطاسة ما تكونش سخنة، تكون دافية. وبعد كده تقلبي الخليط بتاع الكريب كده في الطاسة، توزعيه بالشكل ده. اول ما الحواف تخرج معاكي كده تروحي قلبها على الوش التاني دقيقتين. خلصي كل الكمية بالشكل ده. عايزة اقول لكم اصلا شكلها خطير. خلصت كل الكمية، عمل معايا كمية حلوة جدا، عملت حوالي من 6 ل7 كريبات. حجم اللي انت شايفاه ده حجم متوسط، مش حجم صغير ولا حجم كبير. خلصنا كل الكمية، هنعمل بقى كريمة بقى اقتصادية خطيرة. حلة بقى، كوباية من الحليب او اللبن، كوباية من المية، معلقتين من اللبن البودرة، معلقتين من النشا، ومعلقة من السكر، ومعلقة من الكريم شانتيه. ندوبهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على نار متوسطة لحد ما توصلي للقوام الكريمي ده. اهم حاجة تسيبيها تبرد تماما وهركنها على جنب. وبعد كده هجيب بقى طبقة من الكريب، طبقة من الكريمة، وعندنا بقى فراولة متقطعة صغنن كده، وبين كل طبقة وطبقة احط الكريمة واحط بقى القطع الفراولة كده. عايزة اقول لكم كيكة خطيرة طعمها يجنن، رهيبة. بعد ما بخلص كل الكميات احط بقى شوية سكر بودر، وزينت بقى الحواف كده بقطع من الفراولة، ودخليها بقى التلاجة كده لمدة ساعتين تبرد تماما. خطيرة، قطعيها واستمتعي بقى بالشياكة وبالحلاوة وبالطعامة. جربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.